فيلم دينجر دياباليك، فيلم إيطالي أنتج عام 1968 من بطولة جون فيليب لو وماريسا ميل. وبيبدأ الفيلم بجو مليان فساد، المافيا مسيطرة على المساحة والحكومة والشرطة عم بتحاول تمسك زمام الأمور بس بلا فائدة. وبهالوسط بيطلع علينا ديابوليك، لص مقنع خارق الذكاء وكتير غامض، ومع حبيبته إيفا. من أول مشهد بيعمل ضربة قوية، بيسرق شحنة مصاري قدام عيون الشرطة وبيفلت بخطة عبقرية، وكأنه عم بيقلن أنا فوق الكل. ديابوليك وإيفا عايشين قصة حب ومغامرات بأبو سري مجهز بأجهزة وتكنولوجيا خيالية بالنسبة لزمنهم. علاقتهم ما بتوقف على الرومانسية، هن فريق واحد بكل الجرائم. ومن الناحية التانية المفتش جينكو عامل هم حياته انه يوقف ديابوليك، وبيعتبر كل سرقة جديدة فضيحة للدولة. ومع تطور الاحداث ديابوليك ما بيستهدف بس مصاري او مجوهرات، حتى السياسيين الفاسدين والمافيات داخلين بلعبته. هالشي خلى الناس تشوفه مثل بطل شعبي رغم انه مجرم. هون بيدخل على الخط زعيم المافيا فاليمونت، يلي بيشوف انه وجود ديابوليك خطر على امبراطوريته، فبيتعاون مع الشرطة ليخلص منه. بس بين المطاردات والتفجيرات بيضل ديابوليك سابق الكل بخطوة، وما في فخ بيقدر يوقعه. وبالنهاية بتوصل للمواجهة الكبيرة، وديوبليك بيسرق شحنة ذهبية هائلة، بس بخلال هروبه بيستعمل متفجرات وبيتحاصر جوا أبو مليان دخان سام. الكل مقتنع إنه خلص انتهى، حتى إيفا بتنهار وتفكر إنه مات. بس آخر لقطة بتورجينا جسده متجمد بالذهب وعيونه مفتحين بطريقة غامضة، بتخلي الواحد يتساءل مات فعلا ولا هاد مجرد فصل جديد من لعبته يلي ما بتنتهي. وبيخلص فيلمنا هون ودمتم سالمين.